محافظة أسوان. أب مصري وأم كردية اتجوزوا سنة 1889، خلفوا. بسبب حالتهم المادية الضعيفة الولد ده حتى ما قدرش يكمل الابتدائية، فالطبيعي لما ينزل سوق العمل إن هو في أسوان فأكيد هيشتغل في مجال السياحة، وده اللي خلاه يتعلم اللغة الإنجليزية. بعد كده سافر واشتغل في السكة الحديد وكمان مصنع الحرير في دمياط. اكتشف في الفترة دي إن هو بيحب القراية جدا وبدأ يفضلها وقت ويقرأ بشكل كبير. لقى ان ده مش مجاله فقرر ينقل على القاهرة، ومن هنا اشتغل في مجال الصحافة. بعد كده تلمذ على ايد الشاعر والمفكر، وكان دكتور اصلا كلية اصول الدين محمد حسين محمد. بعد كده اشتغل في كذا مجالات مختلفة. بعد كده استقال من كل الحاجات دي وتفرغ تماما للكتابة. من هنا ابرز موهبته وبقى الكاتب العظيم عباس العقاد. فكرة القصة دي كلية مش هتفرق معاك في حاجة، هم انك تهتم بموهبتك وشغفك. بالنسبه بقى لتنظيمات الثانويه العامه وازاي تقدروا تعدوا بيها فشوفوا الفيديو للاخر. خلينا متفقين ان الثانويه الازهريه بتفضل اصعب بكتير جدا من الثانويه العامه، ولكن ده لا يقلل ابدا من الضغط والمجهود اللي بيتحط على الثانويه العامه. المشكله الاساسيه دايما بتفضل في الضغط النفسي. المفروض اصلا فتره الثانويه انت ما بتعملش حاجه غير ان انت بس بتذاكر، لكن في اضعف الايمان اذا انت عندك شغل او كذا حاجه تانية فممكن على الاقل يبقى في 4 أو 5 ساعات في يومك هم بس للمذاكره. بالنسبه للثانويه الازهريه انا عارفه ان ده هيبقى صعب شويه بالنسبه لكم، بس صدقوني لو انتوا بتدوها مجهود بمعنى مجهود هيفرق بشكل كبير قوي. الحاجه الثانيه ان انت حاول على قد ما تقدر اسبوعيا انك افصل بقى بان انت تعمل رياضه، وده غالبا هيبقى اريح كتير قوي لجسمك، وده اللي انت محتاجه عشان كمان تنشط عقلك. لو انت مش هتعرف تعمل رياضه على الاقل اقعد مع نفسك، حاول ان انت ترجع فريش من اول وجديد عشان تعرف تكمل في الاسبوع اللي بعده. تتغذى بشكل كويس. الصلاه والعباده حاول ان انت توفر وقت غير ال5 صلوات مثلا اليوميه، ووفر وقت كمان زياده للعباده، ولو 10 دقائق يوميا اقرا فيهم او صلي فيهم زياده، وده لانه الجزء الروحاني هو من اوائل الدواعم النفسيه والطاقة اللي انت هتاخدها. واثق ان دعائك لنفسك افضل من دعاء اي حد ليك. ما تنساش قول الله تعالى ادعوني استجب لكم. انت بتذاكر دايما بالحاجة الصعبة بالنسبة لك، علشان مجرد ما هتخلصها هتحس انك مرتاح هادي، وكمان مش هتمل بسرعة. دايما ابدأ بالصعب، ولما تخلصه ارجع للحاجات السهلة واعتبر نفسك بتجازي نفسك. في ناس في الثانويه عندهم ADHD زينا مثلا، كل اصلا عندهم مشكله في تنظيم الوقت، فصعب جدا انهم يعملوا الحاجات اللي هي بالظبط زي ما احنا حكينا عنها. وفي ناس تانية تفكيرهم مختلف، وطريقه الحفظ والمذاكره بتاعت كل حد فينا مختلفه. ما تسمعش من حد وتعمل زي ما هو بيقول بالظبط. الاهم انك تكتشف ذاتك في انت بتفهم في انهي طريق وبانهي طريقه، هي دي اللي تركز عليها وتستخدمها. نتكلم عن الازهريه، هقول لكم انه اكتر حاجه محتاجين تركزوا عليها دلوقتي الحاجات اللي هتقدروا تلموا منها درجات. المواد اللي احنا طول السنه يعتبر مهمشينها عشان المواد الاساسيه زي بقى الصرف والنحو، الحاجات الشرعيه زي الفقه والتفسير والحديث والتوحيد، خاصه التوحيد لانه يعتبر صغير جدا في ثالثه ثانوي. لو انت عرفت تركز على ثغرات التوحيد والمواد اللي زي دي هتعرف تلم منها درجات على قد ما تقدر. عشان كده حاول تراجعها ولو مره واحده قبل ما تدخل امتحانات الثانويه العامه. هقول لكم انه برضو المراجعه بالنسبه لكم مهمه، وحل الامتحانات من اكتر الحاجات المهمه بالنسبه لكم. نتكلم على التوفيق. اهم جزء دلوقتي هو الجزء الروحاني بالنسبه لنا. حاولوا تكتروا من العباده على قد ما تقدروا، وحاولوا تصدقوا على قد ما تقدروا ولو بجنيه واحد بس، صدقني هيساعدك بشكل كبير جدا. وبرضو الحاجه اللي تركز عليها ان انت عملت كل الحاجات اللي فاتت دي عشان بس ترضي ضميرك، عشان لما تخلص ثانويه ما ترجعش تقول لنفسك انا ما عملتش ليه. ايا كان بقى اللي هيحصل بعد الامتحانات، سواء درجه كويسه او ما جبتش درجه كويسه، ده ما يفرقلكش في اي حاجه خالص. انت كل اللي يفرق لك انك عملت اللي عليك قدام ربنا وقدام اهلك وقدام نفسك. انت راضي عن ذاتك مش هتندم على اي وقت ضاع في فتره الثانويه. وخليك مركز دايما، القصص اللي احنا بنسمعها هي مش خزعبلات، مش اي حاجه وخلاص بتتقال لنا. في ناس فعلا نجحت من غير ما تكون معاها شهاده اساسا، وده مش صعب عليك انت كمان تعمله. موهبتك وشغفك ملوش علاقه بمجموع معين او حاجه معينه.
وبرضو بعد ما تخلص جامعه انت حتى لو جبت مجموع طب او هندسه او ايا كان الحاجه اللي انت عايزها، اسال نفسك سؤال واحد بس: انا داخل ده عشان دي كليات قمه، ولا انا فعلا قد اللي انا داخله، فعلا عندي شغف ليه؟ ما هو الشغف هو اللي هيقدر يخليك تكمل طول الفتره اللي جايه من السنين، والشغف هو اللي هيخليك تقدر تكمل شغل في الحاجات اللي جايه. قدامك امثله كتير جدا لطلبه كتيره جدا دخلوا كل سنه طب وهندسه. مش هكلمك على الناس اللي بتسقط، بس على الاقل ركز مع الناس اللي بتدخل وتطلع فورا عشان الشغف عندها معدوم. ومن الاول مش ده طموحه، هو دخل عشان هي كليه قمه. في الاخر لما تتخرج محدش هيسالك على مجموع الثانويه، ومحدش هيفرق معاه انت جبت كام، ولا حد يخصه انت شغال فين، وبس. يا رب اشوفكم كلكم متفوقين وناجحين، يجمع ما بينكم وما بين احلامكم. دمتم بخير.